بسم الله الرحمن الرحيم. كلامنا النهارده عن سيادة الموسيقار مرتضى منصور، الموسيقار اللي سياح وطرب في المؤتمر بتاعه امبارح اللي جاب فيه سيرة الجون وقال لك حد شاف الجون يا جماعة؟ ازاي الكورة دخلت ده معلول نفسه ما شافهاش والكلام الهبل ده. احب اقول له ان في حاجة اسمها توفيق ربنا، ربنا اللي بينجح وربنا اللي بيكسب، وهو اللي اراد ان الاهلي يرجع من هناك فايز بالبطولة بتاعت ربنا. بس انت ما بتعرفش الكلام ده، انت ماشي بسحر وشعوذة ودجل وكلام عبيط. اما بالنسبه للحاجه التانيه يا جماعه، هو كل ما يطلع في مؤتمر خطيب 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 خطيب، انا ابتديت اشك ان السول زكريا كان شكله هو محمود الخطيب ولا ايه؟ في يا عم الحاج اهدى على حالك شويه، ده الخطيب حرقك قوي 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 بصراحه. الحاجه الثالثه بقى هي عرض الهلال وعرض استون فيلا لعبد المنعم، اللي انا شايف ان عبد المنعم لو جه استون فيلا يطلع. في نفس الوقت زعلان ان الاهلي يخسر لعيب بكواليتي زي ده، بس حرام ان عبد المنعم يقعد في مصر، فاتمنى ان هو يطلع بصراحه. اتمنى لو استون فيلا فعلا العرض جاد وفيه فلوس يروح، وشكرا.